السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة جديدة والحلقة نوعية ومختلفة. راح نصور الكلب مع الحصان. طبعا صاحبه جايب لنا اياه بالصدفة، وجايب الكلب بالسيارة وجايب الحصان. طبعا هو جايب راكب الحصان، فجاي هو ايش بدك ايش نسوي لك؟ احكي لنا ايش بدك. ندرب يمشي مع الخيل، الاثنين جنب بعض، أصدقاء، يعني يكونوا مع بعض الاثنين. يكونوا رفيق أصدقاء. طيب احنا اليوم راح نمشي يعني مش حيكون اليوم هو بالطبع اللي هو التمشاية تبعته ويصير يمشي معاه باستمرار، لانه هذه بدها استمرارية. لكن احنا اليوم راح نعمل الطريقة على انه هو صاحب الخيل يبدأ يمشيها معاه في البيت او في المكان اللي هو عايش فيه، ويبدأ يمارس اللي هو التمرين او التدريب مع الخيل والكلب. حلو. بداية انت معيش الكلب وين؟ الحصان وين والكلب وين؟ الكلب فوق السطوح، هذه يعني ورا المزرعة يعني حضرتك. طيب هو معيش اللي هو الكلب على السطح والخيل تحت، يعني الاثنين بالطبع بينهم فجوة، بيشوفوا بعض؟ لا بيشوفوش بعض، يعني الاثنين بينهم فجوة. ممكن يكون الكلب خايف من الخيل او بهاجمه، وممكن تكون الخيل بتشفل من الكلب. انا علي الكلب، هو صاحب الخيل طبعا بيعرف لك خيله، فهو بيعرف كيف يروضه وكيف يهديه. انا بعرف كيف اهدي الكلب واعطيه، فاحنا الاثنين موجودين على انه نكون واحد. طبعا كمان الكلب بالنسبه لي انا هو جديد، لاول مره انا بشوفه. حيكون هو اللي طالع على الخيل، وهو اللي حيدي التمرين بنفسه، لانه هو الاثنين يعني بيعرف انه، وهو بيعرف كيف يمشي الخيل ودقات مشيته، او انه يمشيه بالراحه، لانه بدايه راح تكون بالراحه. خلينا في الاول نجرب نمشي الخيل ونقرب الكلب عند الخيل على انه يبدن شبه تعارف على بعض ويقبلن بعض. تبدأ والخيل واقف، تبدأ تمشي الكلب حواليه من جنبه. طبعا زي ما انتم شايفين الكلب خايف من الخيل، تبدأ تسحبه وتقربوه عليه لغاية ما يبدأ الكلب يطمئن انه هو مش حينعض او مش حينخبط. بعد هيك بيبدوا الاثنين ياخذوا على بعض. اهم شيء انه انت عشان تخليهم يوالفوا على بعض، قبل ما احنا نيجي ونفاجئ الكلب في الخيل او الخيل بنفاجئه بالكلب، لازم تعيشهن في مكان واحد، يكون بينهن الاثنين فاصل صغير، يعني فاصل شبك وما بينهن الاثنين، ويعيشن الاثنين جنب بعض. بعد هيك بتبدا لي طريقه اللي احنا بدنا نمشي الكلب جنب الخيل، لكن اليوم انت صرت جايبه فراح نطبقها كانهم عايشين جنب بعض. هو مش حيمشي كويس الكلب مع الخيل اليوم، لانه زي ما انتم شايفين كيف الكلب خايف وهادي، وفي عنده ارتباك من الخيل ومن المكان. حنحاول قدر الامكان انه احنا نمشيه عشان بس نورجيكم في الفيديو كيف الطريقة. انما انت بعد هيك بدك تنزل تخلي الكلب يكون عايش في قفص جنب الخيل عشان يتعود عليه وياخذ عليه، والاثنين بيكونوا ماخذين عليك، فبيمشوا معك باريحية اكثر، وبكونوا مثقين فيك، لانه الاثنين بيكونوا عارفينك، وهم الاثنين بيكونوا بيثقوا في بعض انهم مش حيأذوا بعض. تمام. هات لي الحبل. طبعا بتجيب حبل طويل بداية، وبتربطه في الكلب. طبعا بكون الجنزير هان، بكون مقابله في الشقة الثانية هان الحبل، على انه يصير بالطريقة هذه مشدود من الشقتين. هلا بتيجي بالكلب هيك، اطلع على الخيل، امسك الجنزير، امسك جنزير الكلب بالراحة. ابدأ انا بمشي واحد جنبي هيك، ازعق على كلبك وامشي.
هيك يا احمد، تمشي عقباله زي هيك وبتخليه بعيد بداية هيك، وبتضلك ماشي فيه بالطريقة هاي على انه الكلب يتعود على الخيل. تخليش بالراحة بالراحة، بداية تبدأ بالراحة وانت ماشي بتزعق على كلبك باسمه وبتخليه يضل منتبه إلك، وتخليش الكلب يرجع لوراه بالراحة بالراحة. الشخص اللي بكون ماشي اللي هو أنا جنب الكلب جنب الخيل ما يخليش، يحاولش يخلي الكلب يصل رجلين الخيل من ورا، لأنه صاحب الخيل حكى لي قبل ما نعمل الحلقة انه اي شيء بثير الخيل وهو ماشي من ورا ممكن انه يحس بنقزه، ممكن يخبط برجله، فبتخاف انه الكلب ينخبط، الخيل يخبط الكلب برجله، او بما انه لسه هم جداد مقاربين لبعض يكون الخيل في نوع من الاثاره فيروح خابط الكلب. دائما خلي الخيل الكلب يكون مقابل رجلين الخيال. انت هاي ايدك خليهاش مشدوده لورا، خليك هيك، يعني ايدك حاول اولها تكون هان، شايف هاي منطقه الرقبه هاي يكون الجنزير هيك مشدود على انه انت تقدر توازن، تقدر تشبكه هان يعني على سبيل المثال شبكته بتقدر تشبكه في هاي، تمام، وبتبدا تمشي بالخيل. يلا بالراحه، خليه في البدايه يكون بعيد هيك، ازعج على كلبك. شايفين كيف هيك الطريقة تكون في البداية، يكون الكلب ببدأ يمشي وببدأ الكلب ما يكونش خايف وببدأ يمشي مع الخيل. اقف، بتقول لكلبك اقف، تمام، وبتصير وقف، تمشي مع الكلب مع الخيل مثلا 3-4 خطوات اللي احنا مشيناهن، تمام، وبتقف، بعدين بترجع بتكمل كمان مرة زي هيك وبتبدا تمشي. ببدا الكلب لحاله تلقائي بعد هيك، شايف لحاله بصير يمشي ويتابع اللي هو الخيل وما يجريش ويبعدش. اقف هيك بصير الكلب والخيل مشيات جنب بعض. بعد فتره من الوقت بعد ما يبدأ يمشي مع بعض وتحطهم في قلب البيت ويكون قراب، تبدا انت تصغر الجنزير وتخليه لغايه هيك، تمام. بعد فتره من الوقت بعد تكرار العمليه اكثر من مره بتصير انت تخليه هيك، تمام. بصير في الاخر لو بدك تحمل الكلب وتحطه فوق هان بصير مولفات على بعض وعارفات انهم بيأذنش بعض وبمشي معاه طبيعي، ولكن بالبدايه لازم تمشي فيه خطوه خطوه، يعني انت وشخص هذه لغايه ما تصير انت تحس انه الكلب كانه الشخص اللي عقباله مش ماسكه، تمام. يعني انا مثلا لقيت المره هاي انا ماسك الحبل وماشي، تمام. انت والماشي معاك الشخص امشي، انت والشخص اللي ماشي معاك تشعروا انه الكلب بلش يتحرك يمشي من مجرد مشية الحصان، تمام. خفف المشية تاعت الخيل، تمام. بمجرد ما بدا الكلب يمشي مع الخيل اقف، شوف انت لقيتها بصير انت بتصير تشعر انه الكلب صار يقف على وقفة الخيل والمشية الخيل، هو بصير لحاله بمجرد ما يسمع حركة رجل الخيل هو ببلش يمشي طبيعي. ممكن يصير كمان مش يمشي بس جنبك، ممكن يصير يلف حوالين الخيل، يضل يمشي حواليه ما يبعدش عنك، بضله ماشي معاك برضه بنفس الطريقة ونفس الحركة. فأنت بدك تتابع أهم شيء الشخص اللي بيكون ماشي جنبك، زي ما رجعت وقلت إنه ممنوع رجل الكلب تصل آخر الحصان أو يكون ملزق فيه، بداية لازم يكون المشي هيك، شوي شوية بتبدأ تقرب. يلا كمل المشي. طبعا هو زي ما انت شايف بيبدا الكلب اولها بكون داير وجهه بدوش يطلع على شكل الخيل، بس بيبدا مشيه يتعدل، بيبدا مشيه يتعدل، تمام. تزعج على كلبك، خليه كلبك كمان جعان يعني جعان، يوم ما تطعمهوش خلي معاك في مكان هنا مكافأة اللي هو الاكل، تمام. وهو ماشي بتزعج عليه وبترمي له الاكل وانت واقف عندك بلقطها بياكلها، بصير شوي شوي يتالف معاك وبصير عينه عليك، بدل ما هو عينه خايف ومش راضي حتى يطلع على شقة الخيل ولا على شقتك انت، تمام. لانه فيش ألفة بالمرة بين الجميع، هلقيت هو منفصل عنك كليا، بدور علي انا
خايف بده يحتمي فيي انا، بدوش اياك ولا بده الخير. تمام؟ فانت بدك زي ما قلت لك تخلي الاكل تجوعه، خليهن جنب بعض على انه انت تديله مكافاه، يكون عينه عليك وماشي وبتطلع عليك. يلا قد بدل الكلب نوعا ما يمشي افضل. وقف وقف، حسيته وقف لما انت وقفت، صح؟ صحيح. يعطيك العافيه. وبهيك بنكون خلصنا الحلقه. ايش نوع احصانك؟ تربية. تربيه؟ صحيح. ايش اسمه؟ فدية. فديه. حصانه هي الفديه. فرس. فرس. من وين اساسها؟ أمها ديانة. امها ديانه. من وين ديانه طيب؟ أمها فرس أجنبية. اجنبي. صحيح. وأبوها حصان أجنبي. طيب بتقبل على اي حد؟ لو بدي اطلع عليها انا بتقبل؟ حسب الركيب بديش امشي فيها بس بتقبل؟ اللي بدك إياه. طيب نجرب. امسك. يهمك تقلقش. عادي. مغامرات. شنكيلة خلص. هيك كان تمام؟ تمام. طيب